ليه بتحس بأعراض لما يكون في مشكلة في الغدة الدرقية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا عن الغدة الدرقية، النهارده إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن إيه هي الغدة الدرقية وليه بنعتبر الغدة الدرقية غدة هرمونية. الغدة الدرقية هي غدة موجودة في أسفل الرقبة، غدة هرمونية عبارة عن فصين، فص يمين وفص شمال زي منظر الفراشة بالظبط. ليه بنعتبرها غدة هرمونية؟ لأن هي بتفرز هرمونات مسؤولة عن النشاط والحركة اليومية. الهرمونات دول اسمهم تي 3 وتي 4، بتفرزهم في الدم تحت تأثير هرمون خارج من الغدة النخامية اللي موجودة في قاع الجمجمة اسمه التي اس اتش. أي اضطراب في الهرمونات دي بيعمل أعراض، علشان كده بنحس دايما بمشكلة لو حصل اضطراب في وظائف الغدة الدرقية. هتتابعوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، هنتكلم فيها بالتفصيل عن زيادة نشاط الغدة الدرقية ونقص نشاط الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية وعلاج كل حالة منهم إن شاء الله تعالى.